ويتقدم مباشرة وهو سخون. من بعد الطبق ديال اللحم المطبوخ كيعود الطبق الثاني وهو هاد الكسكس المخامس. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكسكس المخامس اللي طلبته مني. الصراحه ماشي انا اللي فورته، اختي هي اللي فورته، والمهم عندي هو تكون طريقه واضحه ومشروحه. تابعوا معي الفيديو حتى الاخير باش ما تفوتكم حتى مرحله. هنا عندي 2 كيلو ديال الكسكس المخامس، نوعيه جيده طبعا. دارت له شويه ديال زيت العود ولبسته كامل بداك الزيت، وغادي ديروا يفور الفوره الاولى تقريبا نصف ساعه، خاصو يفور مزيان مزيان. ومباشره ضافت له الماء تقريبا 3 ديال الكيسان كبار الماء بارد، وفرغته في القصعه وفتحته مزيان بيديها، وضافت له شويه ديال زيت العود. هاد الكسكس كيبغي يعود مدهن، ما يبغيش يكون ناشف. وردت الكسكاس وغادي تفوروا الفوره الثانيه مباشره. من بعد ما فار تقريبا نصف ساعه ضافت له 3 ديال الكيسان من الماء بارد، ورشته بشويه ديال الملح، وكتفتحوا بشويه بشويه حتى يتشرب الماء والملح ويدفى. وضافت له شويه ديال الزبده نوعيه جيده طبعا باش يجي رطب ومطعم في نفس الوقت. رجعت الكسكاس يفور الفوره الثالثه والاخيره تقريبا لمده نصف ساعه. وهنا من بعد ما فار الفوره الثالثه فرغته في القصعه ودارت له شويه ديال العسل وشويه ديال الزبده. وهنا رانا نتيستيو، خاصو يعود رطب وطايب وما معجن، ويتقدم مباشره وهو سخون. من بعد الطبق ديال اللحم المطبوخ كيعود الطبق الثاني وهو هاد الكسكس المخامس، وقدمته مع الزبده والعسل واملو، وكانت هذه هي النتيجه النهائيه. صراحه كيجي طبق مختلف ومميز وخفيف. نتمنى الوصفه تعجبكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.